اخطاء تاريخية بالجملة، ولكن اخطاء مبررة دراميا. ليه بقول كده؟ مع ان انتقدتهم وعملت حلقة عن انتقادات التاريخية واللي بتحصل. مبدئيا كده لازم نكون عارفين ومتأكدين من حاجة، هو ان في فرق ما بين السيرة الذاتية وما بين ان انت بتعمل مسلسل مستوحى من التاريخ. لو سيرة ذاتية البعض بيراه او اغلبنا بيراه ان هو ممل وبشكل كبير، وده بيرجع لان هو بيبقى احداث سرد من غير دراما، بيسرد لك الاحداث كده قصة الحياة بالتدريج من غير دراما خالص. ولكن لما يكون المسلسل مستوحى من سيرة فلان او مستوحى من التاريخ، فده بيدي البراح وبشكل كبير للمخرج والمؤلف، لان هو بيبقى ليه مؤلف واللي هو يعني معالجة درامية ان هو يحط بقى اللي هو عايزه، ففي الاول وفي الاخر هو مستوحى. وللأسف المسلسلات التاريخية التركية كلها مستوحى وليست سيرة ذاتية. ففي اول كل حلقة كده يقول لك هذا العمل مستوحى من تاريخنا، فكده هو خد كل المبررات وخد كل الاعذار اللي تخليه يغير في الاحداث براحته. ففي الاول وفي الاخر هي احداث مستوحاة وليست سيرة ذاتية. انا ضد الموضوع ده تماما، بس ده هو الواقع. ما نقدرش ان احنا ننتقد ونقول ان هو في اخطاء وننتقدهم كعمل كصناع مسلسل، لان هو ما كدبش عليك، هو الراجل قال لك ده مستوحى وليست سيرة ذاتية. لكن لما احنا بنقول اللي هي الاخطاء التاريخية وبنعدل وبنقارن ما بين احداث المسلسل وبنقارن ما بين الاحداث التاريخية الحقيقية، فده مجرد للعلم بالشيء فقط لا غير، ان احنا نعرف ده تاريخيا حصل ولا لا. ولكننا انتقاد للمسلسل ما نقدرش ان احنا ننتقده. وزي ما قلت انا يعني ضد الموضوع ده. انا كنت احب ان هو يعمل لك مسلسل عن صلاح الدين، يسرد لك الاحداث الحقيقية بتاعت صلاح الدين، حتى لو كانت مملة بالنسبة لنا فكانت يكفينا اللي احنا نعرف الحقيقة. ولكن طبعا لازم يعمل دراما، فطبيعي جدا كدراميا بقى. على فكرة اول 3 حلقات مليانين اخطاء. احنا كنا اتكلمنا عن اول حلقتين اللي بان فيها او قصة صلاح الدين عموما، وقصة ابوه، وقصة مع نور الدين زنكي، والقصة اللي حصلت ان هو ابنه والجو ده، لا كله كنا اتكلمنا، عملت حلقة منفصلة عنه هسيبها لك في الاي وفي الديسكريبشن. دي حاجة. الحلقة الثالثة برضو مليانة اخطاء برضو تاريخية، فاخوه لا طعنه ولا اخوه استولى على الحكم ولا اي حاجة من دي، وده كلام في التاريخ موثوق. فاحنا خلاص نظرتنا هنتكلم فيها عن المسلسل مجرد ان هو حدث درامي، فهنتكلم عنه كدراما، كأنه دراما كده، حاجة خيالية، قصة مألفينها جديدة وبنتكلم عنها، بس من غير ما نتكلم عن الأخطاء التاريخية في الأحداث. بس برضه هنتطرق وهنذكر الأخطاء التاريخية، بس هتكون مش انتقاد، ولكن هيكون للعلم بالشيء. فالمسلسل كمسلسل درامي مسلسل ولا أروع، في كل العناصر اللي احنا محتاجينها. فطبيعي جدا هيبقى فيه سر، طبيعي جدا هيبقى فيه صراع على الحكم، طبيعي جدا هيبقى فيه شوشرة عشان يديك حماس للأحداث الدرامية ويشوقك للأحداث الدرامية. فهو كمسلسل درامي لا بصراحة بداية قوية، و3 حلقات أقوياء جدا جدا جدا. لكن كتاريخ 10%، نديله 1 من 10 من الآخر كتاريخ ان هو بيسرد لك الأحداث التاريخية. فزي ما قلت لازم يبقى فيه سر، والسر ده نسعى ان احنا نكتشفه ويديك تشويق لكشفه واحدة واحدة، وفي نفس الوقت لازم يبقى فيه صراع على الحكم، وإلا مش هيبقى فيه سبايسي في الأحداث، مش هيبقى فيه أكشن كده، مش هيبقى فيه تشويق في الأحداث. فهو ده الفرق ما بين الأحداث من الآخر كده. فزي ما قلنا هنفصل ما بين الدراما وما بين التاريخ. هنعمل حلقات، كل حلقة هتبقى حلقات منفصلة كده زي ما عملنا للتوضيح، واللي احنا نعرف التاريخ الأصلي ايه بتاعته، ونكدب المسلسل كتاريخيا. لكن زي ما قلت كدراما وكمسلسل كأحداث لا، المسلسل قوي جدا جدا بصراحة. يعني بنشوف نصر الدين اللي كان أخوه اللي تراجع عن خيانته واللي تراجع عن التعاون مع جبريال، بيرجع يتعاون معاه مضطر عشان ابنه خلاص وقع في الوحل زي ما بيقولوا خلاص، وابنه اتعمل، وجبريال بيهدد لانه لو نور الدين عرف هيطير رقبته من الاخر يعني. فبيضطر ان هو بيتعاون معاه. ومش بس كده، ده يعني بينقذ الاسرى اللي المفروض هربوا في اخر الحلقة، ومن الاعلان واضح ان هم هربوا بس هيتم القبض عليهم تاني. لكن بيضطر ان هو يطعن السلطان نور الدين عشان خاطر يهرب، لان هو خلاص اتحط قدامه في موقف صعب، وطبعا ده تاريخيا ما حصلش، فهو لم يطعنه ولا اي حاجه من دي. وما كان ممكن يكون في احقاد على الحكم، ولكن ما تولاش الحكم ولا اي حاجه،
في عهد السلطان نور الدين، وما تمر يعني ممكن يكون تمرد عليه. انا ما قريتش في التاريخ بصراحه في الحته دي، ولكن اللي اعرفه مليون في الميه ان هو ما طعنوش وما استولاش على الحكم في فتره الحكم بتاعه نور الدين زنكي. لكن في الاحداث هو بيستولي على الحكم وبيقعد على العرش طول ما اخوه مصاب. وكمان مش بس كده، ده بيقبض على صلاح الدين وبيقبض على المحاربين بتوعه. الاحداث زي ما قلت الاحداث قويه، التسلسل الدرامي بتاع الاحداث رائع جدا كدراما، لكن كدراما رائع جدا. واللي عاجبني ان هو بيبين لك ان صلاح الدين بيخرج عن امر نور الدين، ولكن هو في الحقيقه ما بيخرجش عن امره، وبيعمل كل حاجه يعني بامره وبعلمه. فانت عندك محاربي الثغور او الثغور دي هم كتيبه نور الدين اسسها بقياده صلاح الدين. صلاح الدين هو يعني اللي ماسكهم رئيسهم، ولكن نور الدين اللي مؤسسها. ودي عامله زي مخابرات كده، استخبارات ليها مكان، شبكه جاسوسيه وشبكه كل هدفها هو القضاء على الصليبيين فرسان المعبد. كلنا عارفين ان طبعا فلسطين والقدس كانت مطبع للصليبيين وفرسان المعبد، ولكن نوعا ما تحولت لليهود وبقت يعني هي صراع ديني منذ الازل، الصليبيين وبعدين فجاه كده بقت قضيه اليهود. طبعا مش هنتطرق للموضوع ده، ممكن نبقى نعمل له حلقه منفصله. ولكن في العصر ده كان الصليبيين او فرسان المعبد اللي هم الصليبيين هم اللي بيتنازعوا على القدس. فكل الكتيبه الموجوده دي بتاعت الثغور، طبعا احنا عارفين ان هم مبينين ان نور الدين زنكي كان هدفه فتح القدس، وده هو هدف حياته، وفعلا هو كرس حياته كلها لفتح القدس ودرب صلاح الدين ويعني وساعد صلاح الدين بشكل كبير جدا جدا. فهو محاربي الثغور دي بقى هو نور الدين اللي يعني مؤسسها. فدايما نور الدين بيعمل لصالح الدولة، واللي في الظلام او في الشادو مين؟ هو صلاح الدين اللي بيعمل عشان خاطر اي حاجة، عشان خاطر يرجع القدس تاني. وصلاح الدين بيبان ان هو بيخرج عن امر السلطان، فهو لكنه ما بيخرجش عن امره نهائي، هو كل اللي بيعمله بيبقى بامر السلطان. ولكن زي ما بنقول كده السلطان ما يقدرش يدي الاوامر عشان خاطر الدولة، فالدولة هي الصورة الكبيرة، انما الهدف الاساسي ما هو دلوقتي هو الراجل مسؤول عن دولة كاملة، الدولة فيها رعاياها وفيها كل حاجة، فطبيعي جدا يبقى في قراراته حاطط رقم واحد الدولة وشعبه. ولكنه هدفه هو الاساسي، الهدف ان هو يحرر القدس. فالقدس هتتحرر ازاي؟ القدس ليها حاجة تانية، فطبيعي جدا الاهداف هتتعارض. فعشان يتفادى ده نور الدين هو السلطان بيدي الاوامر، وصلاح الدين مع نفسه ممكن ان هو يتخطاها، ممكن ان هو يعمل حاجة تانية عكس الاوامر، ولكن كله برضه يبقى بعلم السلطان، وفي الاخر بيتداركوها مع بعض. فانت عندك الحلقة الجاية اكيد السلطان لما ممكن هيبقى هيخلوها على نصر الدين، تمام قشطة كده شوية مدة، السلطان هيرجع تاني والامور هترجع لنصابها. على الجانب الاخر السر بتاع صلاح الدين ان هو مش ابن السلطان ما اظنش هيتكشف دلوقتي، لان صعب ان هو يتكشف دلوقتي، لان لو اتكشف هيأيد حرية صلاح الدين. فنوعا ما هم بنوا تحرير القدس وبنوا احداث صلاح الدين على حتة ان هو ابن نور الدين زنكي، وصعب جدا بقى اللي هم يعملوه يبينوه دلوقتي. فيبدأ واحدة واحدة، طبعا بدأوا ينخوروا ورا الموضوع، فواحدة واحدة ممكن 10 حلقات كده ولا حاجة، او مثلا في الاجازة بتاعت، بس الاجازة ممكن تيجي كمان حلقتين، ممكن حلقتين، لا صعب 10 حلقات ولا حاجة، يبقى الموضوع مبرر نوعا ما، ويبدأ ان هو يكشف السر. يكون صلاح الدين ازداد قوة كملك، ازداد قوة وازداد يعني ممكن يكون فتح بعد ما يفتح مصر مثلا ايا كان، بس يعني ان هو تمهيد، يعني الله اعلم ايه هيكشفوه امتى. بس انا شايف بعد نظر ان هو هيكمل معانا 5-6 حلقات ويمكن 10 حلقات كمان لحد ما يكشفوا السر. فزي ما قلنا خلاصة المسلسل رائع جدا كدراما، كمسلسل، كأحداث، ككل حاجة، كتاريخيا هو محرف في التاريخ بالجملة. بس ده كل اللي عايز اقوله في حلقتنا، في انتظار الاعلان التاني. لو في حاجة مهمة هنتكلم عنه ما كانش كالعادة هنستنى الحلقة الجاية بإذن الله. يا ريت لو تعمل لايك وشير للحلقة، ويا ريت انت مش مشترك تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقة دي كده وما تنزل. تقدر برضه تتابعنا على انستجرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك، واشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله.